بعد ما لبست الحته لحد رايح مشوار الزمالك اشتري خامات من هناك. المره دي اول مره انزل بالليل اشتري حاجه، فمش عارفه المكتبه هتبقى فاتحه هناك ولا لا. يلا بينا معايا معلم. هركب المترو بقى عشان انجز في الوقت، لانه كده هيوصلني بسرعه غير المواصلات العاديه. في العادي لو انا رايح مشوار عادي بحب انزل بركب مواصلات عادي، لكن لو متاخر بركب مترو. محطة المترو بتاع الزمالك اسمها صفاء حجاز. انا اول مرة اعرف المعلومة دي، فقلت اقولها لكم بقى ايه جدعانة مني يعني. الواحد كأنه طالع من المطار يا جدعان. محطة المترو دي متروق عليها جامد اوي. كأنك في المطار بالظبط. مبدئيا كده انا وصلت الزمالك، بس المكتبه فين مش عارف. بحاول اكلمهم محدش فيهم بيرد، فالناس بقى ايه كده بسال وخلاص بقى ايه، وزي ما تيجي تيجي. بدور على اسم الشارع حتى مش لاقيه، مش كاتبين اي عنوان ولا كاتبين اي حاجه. قلت انزل بقى بركاوي كده بقى ايه زي ما تيجي تيجي. حلو في المنطقة ان هي كلها فيلل وقصور وحاجات، يعني حاجات فخمة، يعني فخمة زي ما بيقولوا. حسيت ان قعدة البيت هتبقى وحشة، فقلت بقى انزل اتمشى شوية وبالمرة افك يعني عن نفسي شوية. فقلت بالمرة اشتري الخامات اللي ناقصاني، عشان ما عنديش اي خامات في البيت، ما عنديش حاجه ارسم عليها دلوقتي ولا تابلوهات. وقلت عايز اجرب حاجه جديده. انا رسمتها تاني مره او تالت مره على الجذوع الخشب ديت، بس عايز بقى ايه اجرب خامه. يعني المره اللي فاتت الخامه بتاعتهم ما كانتش كويسه، الخشب ما كانش متفق، الخشب ما كانش متصنفر كويس وشكله ما كانش كويس. فهجيب خامه جديده يعني وما متفنشه كويس. وانا بقى عادي انك انت تنزل لوحدك، مش شرط تلاقي حد معاك يعني عشان ينزل معاك مشوار زي ده. يعني محدش هيخاف على مصلحتك اكتر منك. هنا كان في معرض لوح، هنا باين كان في معرض لوح. لا شالوه باين غيروه. كان في معرض هنا جامد اوي. اللي هو ياخدهم بالسوق. على العموم هنا برضو محل ورد كويس. هسأل على اسم المكتبة وهي فين وارجع لكم تاني.
الحلو بقى هنا ايه، اجانب رايحه واجانب جايه، وايه منظر كده يعني تحس انك انت مش موجود في مصر اصلا. بس الحمد لله ما حدش فيهم عارف حاجه، ما حدش عارف انا بتكلم كده. لا بنات ايه، اوعى. بينوروا، ناقص 200 فولت وينوروا. بقى ايه صينيين وايه ومية مية. صينيين كمان. اخيرا قربت اوصل، هيقولوا لي قدامي على الشمال. مش عارف بقى فاتحه ولا لا، انا وحظي بقى وانا والنصيب. مش عارف هنا باين ولا لا، مش هنا. مش هنا ايه، مش عارف باين شكلته. هو ليه الناس يا جدعان اللي مش عارفه تقول مش عارف؟ ليه يقول لك قدام على الشمال، يقول لك قدام على اليمين؟ مش عارف قول يا عم مش عارف يا عم، ما تعبناش معاك يا عم. ادي مين؟ شوارع حلوه قوي يا جدعان. بعد ما تهت شويه قررت بقى امشي على الجي بي اس، مش عارف بقى هتوه، ومش عارف بقى هتوه ولا هوصل. في حاره الاتجاه نحو اليسار. عم الحاج بيتكلم اهو. لا انا حاسس انا قاعد عمال الف، حاسس قاعد عمال الف، مش عارف هوصل ولا لا. بس هنا البيوت حلوه قوي يا جدعان. مكتبة المعز فين يا باشا؟ مكتبة المعز. لا ده راجل بقى جدع، قال مش عارف، قالك مش عارف. مش واحد تاني يجي يقول لك شمال يمين شمال يمين. هي ضلمت كده ليه وهو ما يعرفش حاجه؟ عايز اقول لكم على حاجه يعني بس كده مهمه، ما يغركش بقى ان الواحد قاعد مبسوط وبيضحك في قلب الفيديو. الواحد عايز اقول لك كل ده بيعمله بالعافيه، وربنا وحده بس اللي عارف اللي في القلوب. الواحد جواه تعب وجواه زعل وحزن محدش فيكم يعرفه، بس الواحد بيحاول يفرد وشه عشان الناس اللي تابعه يعني، الناس عشان محدش يزعل عليه يعني. بقيت احس ان انا مش عايش يعني، انا بقيت اعمل اي حاجه وخلاص، او بقيت احاول ان انا اعمل اي حاجه تحسسني ان انا عايش. المشكله ايه؟ انك تسال الناس تتوه، تمشي على الجي بي اس برضه تتوه، ولا كده هتوصل ولا كده توصل. انا خايف ان بعد كل ده اصلا والاقي المكتبه قافله. الساعه دلوقتي الساعه 9 وانا بتحرك من عندي الساعه 7. وجهتك على اليمين. مبدئيا كده انا قربت اوصل، بس زي ما تقول المكتبه كانت مستخبيه ولا حاجه، خايفين عليها. احنا كده المفروض وصلنا، بس فين المكتبه مش عارف.
ايه فضلت ادور عليها كاني بدور على قهوة المصريين. قهوة المصريين. وانا حاسس ان انا تمام يعني، اتضحك عليا بس تمام يعني مفيش مشكلة. اي حاجة اقول لكم بقى جبت ايه في البيت. مشوار ابن كلب. دلوقتي انا وصلت وعايز اروح. المترو فين مش عارف، دور عليه برضو مش لاقيه. روحوني والنبي. هو المترو فين يا باشا؟ المترو الشارع اللي جاي شمال. معلش الشارع ده اسمه ايه بس؟ سعيد محمد. سعيد محمد ماشي. الشارع بتاع مكتبة المعز اسمه سعيد محمد من ناحية المترو. هي مكتبة مشهورة ومعروفة يعني بصراحة، الحاجة بتاعتها حلوة. شوية كلاب ايه؟ لا ايه مربيهم كأنه عياله. ده تاني مشوار ليا في الزمالك، وبصراحة المنطقة كويسة حلوة يعني. عمال ادور على المترو مش لاقيه. سألت حد بيقول لي اخر الشارع، فبقول له ده انا جاي من اخر الشارع برضه. برضه نفس المشكلة، انت فاهمني؟ اللي مش عارف يا ريت يسكت يقول مش عارف، لا ده يقول لك اخر الشارع وانا جاي من اخر الشارع. فما تعرفش بقى ايه يا جدعان بقى، والنبي يا جدعان والنبي اللي مش عارف يقول مش عارف، يعني نريح ونرتاح بقى. في النهاية اقول لكم انا كرول اسمه اكرم، نسيت اعرفكم بنفسي. انا رسام، والنهارده نزلت اشتري جذوع خشب عشان اللي عندي خلصوا. قلت بالمرة اجرب حاجة جديدة عشان الخامات اللي اشتريتها قبل كده ما كانتش متفنشة كويس. فقلت انزل بقى ايه مكتبة كويسة في الزمالك، والمكتبة كويسة وحلوة اسمها المعز في الزمالك. مكتبة كويسة حلوة. واستنوا بقى استنوا. واستنوا بقى ايه هنرسم مع بعض. واستنوا بقى نرسم مع بعض على جذوع الخشب. واستنوا احلى رسم بقى ومستني تقييمكم بقى. المشوار كان متعب حبتين 3 بس يعني بصراحة يستاهل. الناس هنا حلوة ورايقة وبيضحكوا، تحس ان انت ايه قاعد اصلا مش في مصر يعني. عامة تحس انت ايه قاعد في حتة جديدة كده مش موجودة على الخريطة. المهم نرجع للفيديو. استنوا بقى، اشتريت 3 جذوع. استنوا فيهم 3 رسومات جديدة مختلفة عن التانية. كده وخلصنا وجهدنا وصلنا بالسلامة، وكده وصلنا عند نهاية الفيديو. يا رب اكون اسعدتكم او بسطتكم يعني بمعنى صح. وقولوا لي بقى لو انت اتفرجت الفيديو على اخره حبيت ايه في الفيديو، واكمل ولا ما اكملش عشان بقى ما اتعبش نفسي على الفاضي بقى واتعبكم معايا. خلصنا كده وبدور على المترو. يا رب بس ما توهش وانا مروح. سلام.